فنانة مصرية الهوى والهوية، ليست من أولئك الذين قدمت لهم الشهرة والأضواء على طبق من فضة، وليست ممن ولدوا وفي أفواههم ملعقة الشهرة الذهبية، لكنها أصرت وقررت أن يكون لها مكان ومكانة في الوسط الفني المصري والعربي، وكذلك في قلوب جمهورها ومحبيها. عارف مشكلتي يا أستاذ فوزي؟ إن أنا إنسانة عايزة تختار حياتها بنفسها، مش عايزة تبقى مجرد حتة تحفة تتشال من هنا وتتحط هنا. أمل رزق ممثلة مصرية من مواليد برج الجدي، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايتها في التسعينيات من خلال الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في العديد من المسلسلات والتي من أبرزها العائلة وليالي الحلمية، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون، والتي من أبرزها آدم، فبراير الأسود، كلام على ورق. ماما، لا يا حبيبتي مفيش حاجة تطمني، بقالي كام يوم كده نفسي غمى عليا، بحس بدوخة. حامل ايه بس يا ماما؟ ما انت عارفة اللي فيها. وتتوالى معها النجاحات، ويزداد حب الجمهور وارتباطه بأدوارها المميزة وطلتها المحببة الرقيقة، ونزداد نحن ترحيبا بضيفة عسل أبيض اليوم أمل رزق. البساطة كلمة السر في شخصيتها، والموهبة أول سطر في كتاب نجوميتها، وحضورها طبعا اتجسد بأداء راقي في عشرات الشخصيات اللي قدمتها في السينما والتلفزيون، ولأنها مهمومة بشغلها بتحاول دايما تتمرد على الإطار التقليدي وتخرج من عباءة الأدوار النمطية، وتحديدا في الفترة الأخيرة فاجئتنا بتركيبات صعبة ومربكة ومركبة. معانا النهاردة مريان في مسلسل القطة العامية، سهام في مسلسل آدم، صافي في مسلسل كلام على الورق، رائية إبراهيم في مسلسل أنا قلبي دليلي. معانا الأمل والرزق، النجمة أمل رزق. حياتي ده كتير. ايوه كسوف ده كتير. لقطه الكسوف دي احرجتيني يا شيخ. وليه امل، خليني ابتدي معاكي من البدايه. انت خريجه المعهد العالي للفنون المسرحيه زي ما شفنا في التقرير كده، وبدايتك كانت قويه جدا مع كبار المخرجين والكتاب والممثلين. بدايتك كانت العائله الحقيقه. احكي لي بقى عن ظروف ترشيحك من اول خط، يعني انت باديه من فوق، باديه قويه جدا. فاحكي لي على ظروف الترشيحات بتاعت تحديدا مسلسل عائله. عائله كان اول مسلسل مش كده؟ العائله كنت في الورشه تمام في المسرحيه. وبعدين دخلت يعني استاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، طبعا احنا بنقول له يا عم اسماعيل طبعا. هو كان بيدور على بنوته هتبقى بنت استاذ محمود مرسي في سن ده 17. فجم قالوا له في بنوته بتقدم، كنت في الورشه بتاعه المعهد. وبعدين رحت قابلته، يعني اسمها يعني ليالي الحلميه، يعني تاريخ، يعني تراث، يعني حاجات كتير قوي. انا يعني يمكن ساعتها ما كنتش مستوعبه كل ده، بس هي الخضه والفرحه، وان انا اشوف استاذ سمان ركاشه، هشوف استاذ محمود مرسي، هشوف كل الناس دي، يعني ده بالنسبه لي موضوع تاني خالص. فجت كده، يعني جت ان انا وعم اسماعيل قال تمام وهتيجي تعمل بروفات وقعدات. وعم اسماعيل طبعا الله يرحمه كان بيعمل قعدات مثلا سنه، يعني مش النهارده تعالي ان هنشتغل، رشحت امل فهتشتغل الصبح، او احنا جاهزين داخلين، مفيش حاجه اسمها كده. لا بتاخد مساحه، بتاخد مساحه، يعني اتليست 6 شهور مثلا بالراحه، ما كانتش بتمتد الى سنه. يقعد يعمل معاكي بروفات ويحفظك ويشوفك ويكلمك في مواضيع ثانيه خالص غير المسلسل، ويشوفك انت رايحه فين ويشوف هيجيبك منين وحاجات كده. وعم اسماعيل الله يرحمه كان عنده حاجه مهمه، ان انت ما تمثليش، تتكلمي على طبيعتك. كلميني زي ما بكلمك، عشان كده كان ياخد ويدي معاكي. انت منين؟ قلت له من المنصوره. انت فلاحه زينا اهو وبتاع وحاجات كده. طب خلينا نتكلم كده، سمعيني صوتك. كنت من كتر الرهبه كنت بتكلم بسرعه. فقول لي طب ما تهدي، انت مستعجله على ايه؟ انا مش مستعجل. انت مستعجله؟ اقول لا انا خايفه يكون حضرتك اللي مستعجل. يقول لي انا مش مستعجل، كلمني. انا خدت منه مجهود على ما ابتدى يهديني. يعني خلاص 17 سنه ومجنونه، يعني كنت مجنونه يعني. طيب تفتكري ايه اللي لفت نظره ليكي؟ يعني هل كان في جنبك ترشيحات تانية فهو اختارك انت، ولا انت كنت رايحه مهدفه للدور؟ لا خالص، هو كان بيدور على بنوته في السن ده للدور. فكنا كتير
ما هو ده، هي دي بقى يعني اللي انا عايزه يعني اعمل ستريس عليها. تفتكري انت ايه يعني ليه هو اختارك انت عن يعني مرشحات كتيره جدا؟ ايه اللي لفت نظره فيكي؟ البساطه يمكن. وانا كنت يعني يمكن الوحيده اللي يعني ما بحبش احط ميك اب، ما بحب يعني السن، يعني هو عايز 17 سنه، فانا كان شكلي السن ده. يعني ما عنديش اي حاجه تقول ان انا وشي كان بريء جدا، بسيطه جدا، ما مش متكلفه خالص، رغم الرهبه، لكن مش متكلفه خالص. فهو كان بيدور تقريبا على الطبيعيه يعني اكتر. هي دي مدرسه عم اسماعيل. فيمكن ده اللي لفت نظره، ان هي دي البنوته اللي انا عايزها بكده ومش عارف ايه. حتى دايما في المسلسل كانوا بيدوني البان كده واقعد امضغ، فدايما خيريه احمد الله يرحمها طبعا ويحسن اليها حبيبتي الله يرحمها اخوها، كانت دايما كل ما تمضغيش لي بان عشان عيب. هو كان عايز البنت اللي بالشكل ده، اللي هي نعم وحاضر وعيب. يعني ايه تمضغ لبان والناس تشوفها وحاجات دي، كانت عيب جدا. فهو كان عايز التركيبه دي اللي هو البيت المصري، العيله. تفتكري اول مشهد جمعك بينك وبين استاذ محمود مرسي؟ كان صعب قوي مع الاسف. يعني بالنسبه لي انا كانت خضه كبيره. كان المشهد اللي كان بيقول فيه لما كان ناصر سيف اخونا جاله، كان اصعب مشهد شفته في حياتي يمكن. جاله خبر وفاه ناصر سيف وقال الايه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. طبعا عم اسماعيل كان مصور ب6 كاميرات، فقطع علينا في الاوضه وقطع على ضابط الجيش وهو جاي يكلم استاذ محمود مرسي، وقطع هنا وبيجيب رياكشنات كل الزوايا، كل الزوايا، كل الزوايا. فانت شايفه العملاق محمود مرسي بيقول انا بقى كل مشكلتي هعيط ازاي، انا ما عنديش مزاج اعيط دلوقتي يعني. وبلعب في اللوكيشن بقى وهيصه جامده جدا ومشهد رهيب. وعم اسماعيل قال ده مش هعيده، وان تيك اللي هيبوظ المشهد ده يمشي. فانا 24 ساعه بضحك يعني. انت متفائله. مش شبه المشهد خالص. ايوه خالص، مش شبه اي حاجه، بس رهبه الموقف نفسه وادائه. انا شفت عينين الاستاذ محمود مرسي وقطع على كاميرا كده، فانا بصيت وهو بيقول الايه وعياط هستيري. انا قعدت اعيط بقى بعد المشهد نص ساعه مش عارفين يسكتوني. يعني هو اللي ادالك هو ادالك الاحساس فخلاكي تندمجي فيه. حتى انا بقول لها يا ماما انا ما قلتش حاجه خالص، يعني كان في كلام في المشهد انا ما قلتش حاجه خالص، بس هو خده كده. لانه كل التعبيرات فيها كل الكلام، كل حاجه. انا بقيت اعيط وارتعش وابص الاستاذ محمود مرسي هنا وارجع ابص لمدام خيريه ايه ده؟ طيب ايه ده العظمه دي؟ ده هيخليني بقى اخدك للسؤال الثاني. انت البدايه كانت قويه جدا، مسلسل عائله حاجه عظمه يعني، وبعدين حصل تاخر استاذ وحيد حامد. ايه؟ استاذ وحيد حامد طبعا حصل تاخر شويه فنيا. يعني الناس كان متصوره ان ايه بعد العائله هيبقى فيه عمل على مستوى العائله كمان وكمان وكمان. حصل جاب كده. هل الجاب ده نتيجه لظروف معينه ندهتك ان يعني ايه اللي حصل بالظبط فحصل جاب؟ هو ده الجاب بقى. ده الجاب. قد ايه كان الجاب ده؟ الجاب ده كتير، 6 سنين. انت اتجوزتي صغير قوي كده. انا اتجوزت وانا بعمل عائله والعائله بتتذاع، وكانوا عاملين حفله كبيره وبيكرموا الابطال وكده، فطلعت مدام خيريه ده موجود يعني تقول بنوتي بتتجوز في شهر العسل وبتاع. ده انت بديتي يعني خطين متوازيين ملهمش علاقه ببعض خالص يعني. خالص. يعني بدايه قويه جدا مهنيا وبدايه قويه جدا اسريا. تقريبا خدت قد ايه؟ خدت 6 سنين زي ما بقول لك. انت تفرغتي بقى لتربيتهم تماما. كان مين؟ كان سما ولا لما؟ لما وبعدين 9 شهور وهيا وبعدين 9 شهور وسما. ده انت سنه حمل وسنه ولاده. سنه بقول لك 6 سنين، سنه حمل وسنه ولاده. ده انت جبتيهم دفعه مره واحده، حد قفل النور ومره واحده. صغنونه. طيب. فرحانه. انت حسيتي انه الفتره بتاعت ال6 سنين دي بعد العائله والناس طبعا انت فاهمه في مصر الناس نسايه اكيد، اتظلمتي فنيا في الفتره دي؟ لا انا ما كنتش حاسه يعني. انا قعدت لمده 10 سنين اقول انا صغيره، انا عارفه عارفه الحاله دي. انا عملت كل حاجه بدري انا مش فارق لي. بعد 10 سنين بالظبط بقيت اقول ايه ده انا فين، بس ما كنتش متوقفه تماما. بس كنت بعمل عمل مثلا يعني في الوقت اول 3 شهور حمل. عملتي عمل كان ايه بقى اول 3 شهور حمل؟ السيره الهلاليه. وكنت حامل، واستاذ مجدي ابو عميره كان لطيف جدا وعلى الجبال وبتاع. كنت عامله شيحه اخت ابو زيد الهلالي.
ف وانا انا الجمل طالع وانا مرعوبه بصرخ عشان الجمل، فابتدى اللوكيشن كله يجري وكان معانا بتاعه ملابس كده انا بحبها قوي، ربنا يمسيها بالخير طبعا. هتقول مدام امل بتولد، مدام امل حاجه كده في اللوكيشن، انا مش بولد انا بصرخ عشان الجمل. طبعا. فكانت بس جباره يعني وانت حامل في 3 اشهر وطلعتي بالجمل على الجبل. لا يعني حاجه بعملها الملك، لا ده ملوش علاقه، عادي جدا. برج القوس متهور. مش برج الجدي يعني، انا برج القوس. برج القوس. وطبعا اسماعيل كان برج الحمل افتكر. حمل. طيب قولي لي، هل جوارك ليه ساعدك باي شكل ولا الناس يعني ظلمتك من غير ما يكون، يعني انا مش شايفه ان هو رشحك في اي حاجه، انت ترشيحاتك كانت قبل وجوده. احنا زي ما اتكلمنا بقى عشان نرجع للبرج الاساسي، هو برج اساسا عنده اعتزاز بنفسه شويه. يعني ما ينفعش ابقى مش انا. يعني انا بمثل وابتديت مع العائله بس ما كانش في حد، ما كانش في وسائل مساعده يعني. لا ما كانش كان في وسائل مساعده عشان بس ما نبقاش ظالمين. ان هو كان ظهر. تمام. ظهر كبير جدا في وسط غابه. يعني انا بالنسبه لي لما اجي من المنصوره اخش الوسط ده وانا لوحدي، لا ما كنتش اعرف، من غير اسماعيل ما كنتش اعرف. صحيح. ما كنتش اعرف بنوته وصغيره وحاجات كده ما كانش، انما هو ظهر وحمايه وسند كبير جدا جدا. انما الناس تفهم ده غلط، ان هم يظلموني، انما المشكله مش في اسماعيل، المشكله في الناس بالظبط. انا مخرج ما اشتغلتش معاه فانا ما شغلهاش، انا في ناس اترفض فانا ما شغلهاش، انا مش بتاعت بطاطس. يعني في ناس ممكن تكون مثلا بتصفي حساباتها معاه، حسابات على حسابي، على حسابك بس انت. هو مش طرف. يعني هو مش طرف ده الناس خارج خالص. الحقيقه يعني، وانا كمان كنت عايزه انا اللي اعمل او انا اللي ابقى او انا اللي حاجات، هو غلط. بالعكس، ده ممكن هو ده اللي خلاكي تحفري اسمك بنفسك علشان ما ينسبش نجاحك الى حد. بس مع الوقت الطويل اكتشفت انه غلط. يعني تفتكري لو انت كنت اعتمدتي عليه في فتره زمنيه معينه كان هيختصر لك وقت شويه؟ دي حقيقه. طب انت ندمانه على ده ولا حاسه لا ندمانه طبعا. حاسه انه بس متهيالي انه اعتمادك على نفسك ده يقويكي اكتر؟ ما انا كان ممكن برضه ابقى قويه واعتمد. كنت عايزه تمسكي العصايه من النص بس ما عرفتيش. انا كنت مش ذكيه. لا ليه مش ذكيه؟ لا مش ذكيه. طب قولي لي بعد ال10 سنين دول اول عمل بقى كان ايه؟ اول عمل قوي على مستوى العائله وعلى مستوى السيره الهلاليه كان ايه؟ يمكن اسمهان وقلبي دليلي. وبعدين اول تكه بقى عاليه قوي كانت ادم. طيب باعتبارنا بقى ان احنا جبنا سيره المخرجين طبعا من اول استاذ اسماعيل عبد الحافظ، في يعني زي ما تقولي ايه كيمياء كده بتجمعك ما بينك وبين محمد سامي. ده حقيقي. مع اختلاف الاجيال ما بينه اسماعيل عبد الحافظ وما بين محمد سامي. انت قلتي في تصريح عجبني جدا انه محمد سامي معاه الفيش بتاعي. ايه الجمله دي؟ عايزاكي يعني تشرحيها، يعني خصوصا ان انت عندك 3 اعمال مع محمد سامي، اولا ادم، كلام على ورق، وبعدين فيلم اهواك، وهنتكلم يعني ايه يعني على كل تجربه مع بعض. بس ايه حكايه ان هو مع الفيش بتاعك ده؟ سامي بيفهم الممثل، بيحب الممثل قوي. فهو كلمه سامي المفضله ان الممثل وانا بشتغل معاه طالما ما عندوش سقف، ما جابش سقف، يعني هو بيشتغل معاه، بيشتغل عليه، بيشتغل على ادواته، بيشتغل على كل اللي عنده، على الصوت، على الشكل، على التركيبه، على الحاجات الداخليه اللي بالنسبه لك. اذا انت يعني اذا هو حاسس ان انت مالكيش سقف، يعني كل شويه بيكلمني بيلاقيني مختلفه، فيبقى امل مالهاش سقف مع سامي، فهو مستمر معاكي. اول ما بيلاقي ممثل ليه سقف او في ليميت يقف عنده، ما بيشتغلش مع سامي. تمام. هو نفسه بيبقى عايز يندهش. هو عايز يندهش. فانت حد عايز يطلع منك كل حاجات انت مش عارفاها، انت نفسك مش عارفاها، فانت بتحاولي تدي له كل اللي تقدري عليه عشان تثبتي انت عند حسن ظن. فدي طريقه سامي. سامي مش يعني مش بيقول هو ده وبس، او زي طريقه التمثيل مسؤوليه كل ممثل، لا. عند سامي التمثيل مسؤوليه المخرج ومدير التصوير والستايلست وكل الادوات الموجوده، كل العناصر والمصور وكل حاجه، وكل عامل، كل واحد لازم يبقى له بصمه على الممثل ده.
يعني الممثل عنده هو يبدع في الجزئيه بتاعته، لكن ملوش دعوه بقى بالعناصر المكمله لادائه. بالظبط. انت طلعي اللي عندك بس هو هيكمل ده. وبيبروزوا بشكل مرضي، يعني حاجه تخليكي انت. سامي لما باجي اخش معاه تخنانه 5 كيلو مثلا، اول ما سامي كان يقول لما داخلين عمل فبخس. ما بعملش دايت، انا بخس لوحدي عشان خاطر سامي، يعني من الخضه فعلا. لان سامي يقول لك شكلك وحاجات كده، فانت مرعوبه داخله عشان تبقي الشكل اللي هو عايزه، فبتعملي اي حاجه هو عايزها لوحدك تلقائي يعني. طيب انت قلتي لي في اسماعيل عبد الحافظ انه طبعا الاستاذ الكبير طبعا مع حفظ الالقاب، انه لفت نظره بساطتك. ايه اللي لفت نظر محمد سامي فيكي فاختارك في الاعمال بتاعته؟ تفتكري ايه؟ لانه انت برضو كان في غياب فتره طويله وبعدين رجعتي معاه، فاللقاء ده تم ازاي؟ احكي لي يعني سامي ملابساته. سامي انا بالنسبه له زي ما انت شفتي هنعمل كوميدي، اقول له انا، يقول لي فسامي عارف في حاجات جوايا مش في الاول قال لي انا حاسس ان احنا نحط مثلا نتك على الامل كده تطلع دموع، عندها احاسيس عاليه. وبعدين رجع قال لي انت هتبقي كوميديانه جامده. قلت له ايه التناقض اللي انت الغريب بتقوله ده؟ فسامي حس انها تركيبات كتير قوي. هو مقتنع بكده، مش عارف ليه. مين محمد سامي كمخرج يعني في اكتشافه ليكي للمخزون اللي عندك؟ لانه مش اي مخرج ممكن يبقى عارف الامكانيات الفظيعه الضخمه اللي في ممثل. ممكن يحدده مثلا في اطار معين. بالظبط. لا هو مش عايز يحددك في اطار معين، هو عايز يحطك في كذا حاجه. بالظبط. حتى هو قال لي ما عندناش هنعمل، يعني ان شاء الله يا رب ما يبقى لنا نصيب مع بعض تاني. قال لي احنا مش هنعمل امل الهنومه الشيك الكلاس، لا احنا هنعمل امل بنوته صايعه بقى، حد شوارعي. حاجه تانية خالص. قلت له كمان، قال لي وهتشوفي. فيا رب ان شاء الله ده اللي شايفه سامي، هو شايف امل بتركيبات مختلفه. اللي قال لي الكلام ده بس ما حصليش نصيب طبعا، ولا ليا الشرف اشتغل معاه الله يرحمه حسين كمال. قابلته مره عند برضه الله يرحمه استاذ يحيى الفخراني في القطاع، كنت بعمل عبث الاقدار. وقال لي انت بنوته جميله بس انت لم تكتشفي بعد، لان فيكي حاجات غريبه. يعني انا قابلتك مره قبل كده ودلوقتي ما عرفتكيش، فانت متقلبه الشكل، فانت عندك حاجات كتير ممكن تطلع. ما لحقتش بقى اشتغل معاه، ما حصليش نصيب. طيب قولي لي بقى العمل مع اسماعيل كتكوت فانا قلبي دليلي كان شكله عامل ازاي؟ لا لطيف جدا. يعني انا بالنسبه لي العمل في اسمهان اللي كان ممتع. في اسمهان عشان كان في مخرج عارف ادواته وفظيع جدا، هو شوقي المجري. فده كان بالنسبه لي كيان. والعمل في شغل تاريخي. انا بحب الزمن ده. ما خفتيش انه يبقوا التجربتين ورا بعض، اسمهان وليلى مراد؟ لا، لان انا كان عندي في اسمهان كانت هي امينه البارودي، فهي شخصيه معروفه بس مش قوي زي رائع ابراهيم. رائع ابراهيم كانت حاجه تانية، وانا كان عندي مسج استاذ ناجي صابر حمله على عاتقي، وقال لي احنا عايزين نقول الفرق بين الديانه اليهوديه والصهاينه. فرائع ابراهيم كانت يهوديه صهيونيه، فرق بينها كبير قوي بين ليلى كانت يهوديه ديانه زي كل الاديان. فكانت رأية متلونة جدا، وكان صاحبها جدا دكتور رفيق الصبان، وقعدت معاه كان صاحب رأية شخصيا. وقعد يشرح لي ويحكي لي وقد ايه هي بتعمل كذا وقد ايه. وفضلت اتدرب البس، انا ما بحبش الكعب قوي، فضلت البس كعب عشان تبقي ماشيه عامله كده وعامله كده، وازاي هي بس بعينيها تقدر تعمل اللي هي عايزاه. كانت فظيعه، كانت جباره. انت بيتهمك التفاصيل دي لانها مكملات للشخصيه. طبعا. طيب ما حصلكيش حته احباطيه صغيره ان مسلسل اسمهان عالي قوي قوي قوي، بعدين حصل هجوم على مسلسل ليلى مراد انا قلبي دليلي، ولا انت حاسه انك انت الجزئيه الخاصه بيكي عملتيها على اكمل وجه، لكن العمل ككل دي حاجه مالكيش دعوه بيها؟ العمل ككل حاجه ماليش دعوه بيها، وانا كنت حاسه. كنت حاسه؟ كنت حاسه، بس انا عملت رأيه عشان اقول انا اهو. بس انا كنت احساسك جه منين؟ من كل حاجه، من التركيبه. انا كنت معترضه على كل التركيبه من الاول. كلها. مش شايفه ان العناصر كانت مكتمله زي ما كانت مع اسماعيل؟ لا، العناصر انتاجيا كانت مكتمله. تمام. انما الباقي ما كانش، حاجات ما كانتش شبهها، فبالتالي انصرف على العمل كله. طبعا. طيب هننط نطه كبيره كده وهنرجع تاني بقى على اخر عمل اللي هو مع تامر حسني.
كلميني برضو عن تامر، يعني بيسموه ايه، ايقونه النجاح. يعني اي حد بيبقى جنب تامر بيظهر قوي، بينور جدا، زي مثلا في الدراما لما يبقى جنب عادل امام، زي بقى طبعا مع طبعا اختلاف الاجيال، لكن هي فكره انه النجم لما بيبقى منور قوي انت بتبيني او بتظهري قدراتك لجمهور هذا النجم. طبعا يعني الناس لما تطلع مثلا مع عادل امام، لما تطلع مع يسرا، لما تطلع مع طبعا تامر حسني، انت عايزه توري الناس قدراتك اللي هم جمهورك انت، طبعا ده اساسي انت ضمناه، لكن كمان جمهور تامر حسني. بالظبط. كلميني بقى عن التوليفه دي. انت طالعه متحفزه ان في ناس كتير هتشوفك، يعني غير جمهورك، ففي جمهور تامر حسني، ويبقى في جمهور سامي، وبقى في جمهور غاده، الفيلم كله كان كل حد ليه جمهور، فانت طالعه حامله كل ده وبتشتغلي لكل دول، فبيبقى مسؤوليه كبيره جدا. بلس ان في لما يبقى معاكي نجم متصالح مع نفسه وبيحب كل اللي حواليه وبيديكي، يعني تامر من الناس اللي بجد يعني مفيش نجم انا اشتغلت معاه اطيب من كده، ولا عنده رضا رضا عنده رضا جامد جدا. وساعات كنت بقول له دي ثقه يا تامر ولا ده قناعه ولا ايه، فيقول لي لا والله انا يعني بجد هو وانا حسيته من ده تاني عمل مع تامر. انا اشتغلت عاملين معاه هو سامي طبعا. ف ان كان تامر ولا سامي، فالاثنين عندهم ثقه في نفسهم جامده جدا. انا بحب الثقه جدا ورضا كمان، ان انا بعمل واللي حواليا، مش بعمل لنفسي بس. فلا تامر بيدي مساحه للي معاه جدا. ترشيحك جه من فين؟ جه من محمد سامي ولا من تامر؟ ولا يعني اتفقوا هم الاثنين؟ هم اعتقد هم اتفقوا، بس اللي كلمني الاول سامي وبعدين تامر كلمني بعدها. طيب ما خضكيش الدور كوميدي بعيد عنك خالص؟ زي ما انت لسه كنت بتقولي انه هو شاف فيكي ان في جزئيه ممكن تبقى كوميديه، وبعدين الدور كمان ملمس. يعني انا اتفرجت عليه بشكل وعجبني جدا، لانه اول مره تطلعي في السن ده وعندك ولد كبير، وبعدين العلاقه ما بينكم ان انت بتتعاملي معاه على اساس ان هو لسه صغير، وده في قلب كل ام هي شايفه طبعا هو لسه صغير، مهما كبر مهما رد لكن لسه صغير. فالعلاقه كمان في مشهد كده خرافي، المشهد اللي هو بالظبط كده، المشهد اللي هو جاي يصالحك فيه من ورا الازاز وانت بتبصي له من ورا الازاز، ما فيهوش ولا كلمه بس فيه كل المشاعر. دي حقيقه ما هو سامي، عشان كده اقول لك سامي عارف التركيبه، فقال لك امل هنا كوميديايه وبتطلع ضحك، فلازم برضو اديها حته احساسها برضو. هو عارف ان انا لما تعمل مشهد فيه احساس هيبقى هيلمس مع الناس. ف ذكي، هو ذكي جدا، وانا حبيت المشهد قوي ومالك واعتقد انا بمشي في الشارع ناس بتعملي كده كل ده وباجي اصور يروحوا عاملين ايديهم كده عشان انا اكمل فدي حاجه طبعا بسطاني جدا جدا، ان في وسط الكوميديا وفي وسط الافيهات وفي وسط الاسترس اللي انت عاملاه على ابنك طول الوقت، الناس حست باحساسها برضه. يعني هي على طول شايفاه صغير فمضايقاه، ودي حاجه بتضايق الجيل ده جدا، ان انت على طول شايفاه صغير وهم عايزين يعملوا كبار ويحبوكي. برغم ده كله الاحساس بالمشهد ده، فكل الجيل ده حبني، فانا بشكر سامي. ميرسي. طيب من الجيل ده بقى لمثلث الحب في حياتك، لما هيا وسما. ده مش مثلث حب، ده حياتي كلها. ده حياتك، ربنا يخليهم لك حبيبتي. احكي لي عليهم بقى، يعني التوليفه دي اللي انت يعني هجرتي المجد الاولاني علشان تتفرغي لهم تماما وسبتيه تماما، وبعدين رجعتي لهم، لكن عينك عليهم. احكي لي بقى دول يعني عاملين ازاي في حياتك؟ لا دي حياتي كلها. اولا مين فيهم اللي اكبر؟ مين؟ لما وبعدين هيا وبعدين سما. هم دول حياتي، ما عنديش حياه تانية يعني. هم دول الحياه بالنسبه لي. قولي لي انطباعات، يعني كل واحده فيهم كده انطباعك عليها ايه؟ يعني كل واحده تتميز بايه؟ هيزعلوا ليه؟ لا مش صحيح فيا انا، ما تزعلوش، انا اللي ضغطت عليها علشان تعمل كده. يعني كل واحده واخده منك ايه؟ خلينا نقول كده. لما نفس برجي، فهي كل تقريبا طباعي. هي عندها شويه كبرياء كده، فساعات انا بحس ان هي مش يعني ما بتعرفش، يعني ممكن تبقى خايفه عليكي قوي وحزينه عليكي قوي كل حاجه، بس ما بتعرفش تعبر. هي هاديه قوي برضو، تعبيراتها مش واضحه، بس كلهم في الاخر هم مؤدبين. سمسومه شعله حنان يعني، بس حنان متدفق، حنان متدفق كده، فهم كده. بس كلهم في الاخر هم
الحمد لله يعني ربنا رضاني بيهم الحمد لله. طيب اخر سؤال بقى، امل بتحلمي بايه؟ نفسك في ايه تحققيه؟ كمان نانا. لا بسيطه، هات يا ابني واحد كمان لنا بيها. لا بسيطه قوي. حلو كده. لا بجد فعلا، ايه الحاجه اللي بتتمنيها عموما بقى؟ اختاري حلم معين يبقى ختام الفقره الجميله دي. بختار ان يعني ان احنا نبقى كويسين كلنا نبقى كويسين وفي امان. يعني احنا محتاجين الامان. يعني انا في اسرتي بولادي محتاجه الامان، محتاجه ان ربنا ما يحوجناش لحد، واشد حاجه بتحوجها المرض. فانا بتمنى ان ربنا يشفي كل مريض والامان، ان احنا نبقى عايشين في امان بجد. أمين. يعني امين يا رب، ربنا يديلك الامان والحنان والجمال اللي انت عايزاه في الدنيا، وان شاء الله باذن الله يعاد اكتشافك في حاجات تانية، لان واضح ان لسه في مخزون، في ناس هتكتشف فيه حاجات كتير. يون سعدت بيكي جدا يا امل. انا كمان يا حنان قوي. وعايزه ان شاء الله باذن الله تكوني موجوده معانا ضيفه في اعمال كتير جايه، مفاجآت واكتشافات طبعا اكيد. يعني السنه اللي جايه دي احتمال كبير جدا يبقى في عمل هنكتشف فيه. انا بعمل عمل كويس قوي مع استاذ محمد بكير واستاذ هاني كمال. مفاجاه برضه. مفاجاه ان شاء الله. طيب اوعدينا بقى انك انت اول ما يطلع باذن الله وينال الاستحسان تبقي معانا في عصر. يا رب بتمنى يا رب يبقى وشك حلو عليا وان شاء الله يعجبك. ان شاء الله يا حبيبتي، نورتينا. ميرسي حنان، ربنا يخليك. يا رب تكونوا استمتعتوا بفقرات النهارده بالامل والرزق، وان شاء الله باذن الله ميعادنا الاسبوع الجاي مع برنامج عسل ابيض والعسليات، منى ورنا ونهى وحنان. سلام وامان.